بسم الله الرحمن الرحيم. وتحليل مباراة الأهلي وبلدية المحلة، أو بمعنى أصح حفلة الأهلي على بلدية المحلة، واللي انتهت بفوز 5-1، ومتعة وإثارة وإبداع وكل حاجة. والمتعة والإثارة والإبداع دول كان وراهم فريق جاهز مستعد عارف هو عاوز إيه، وفريق بيهزر. أيوه بيهزر، يعني اللي هقوله لك دلوقتي من بلدية المحلة ده فريق كان نازل يهزر، مش بس في حته صغيره ممكن نفوتها، لا ده العمليه وسعت قوي. قبل اي حاجه اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وكمان فعل علامه الجرس. اتمنى كل الاهلاويه ينزلوا حالا دلوقتي اعمل لايك عشان تساعدنا في انتشار الفيديو لاكبر عدد من الناس. وكالعاده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودائما ودوما لا ننسى ان احنا ندعي لاخواتنا ربنا يزيح الغمه. بتلعب دفاع متقدم، تمام، بتعمل كده دفاع متقدم، وبتقوم انت مخلي خط وسط الملعب او خط الهجوم كان بيلعب 5-4-1 يكون مقرب معاه عشان بتقفل المنطقه دي. طيب دي اول خطوه. طب الخطوه اللي بعديها لازم في المنطقه اللي قدام دي تضغط، يعني هي تضغط 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 تضغط، وتبقى عامل المنطقه دي ومصعبها عشان الاهلي قدامك ما يقدرش يعمل بينيات بسهوله ويضطر يشتغل من ورا. فكل ما تخليه يبدا يطلع كره بينيه وطوليه من ورا، فيبقى مسافه طويله جدا، فدقتها عشان توصل الدقه بتقل، فتبقى انت كانك بتبعده عن مناطق الخطوره. طب ده كان بيحصل؟ ما كانش بيحصل. المنطقه دي مفتوحه سداح مداح، مفيش ضغط هنا خالص، مفتوحه. طب دي هنعديها عادي. الفريق واحيانا كمان كان بيقوم راجع كده مثلا لورا كمان، اللي هو لا منه قفل وسايب مساحات وراه، ولا منه ضغط في المنطقه دي قافل منطقه كده ما بين البنين، هنفوتها. تلعب قدام الاهلي وقلقان برضه والناس قلقانه، تمام. بس كونك تلعب دفاع متقدم كده وتطلع تضغط قدام وتهاجم وتفقد الكره تضغط على الاهلي ب7 و8 لعيبه، وال7 8 لعيبه دول لما تفقد انت الكره تروح الاهلي يقفوا مكانهم وينتشروا انتشار سيء جدا وما يضغطوش ولا ثانيه، يبقى انت رايح تهزر. تخيل انت طالع قدام الاهلي بتهاجم ب5 و6 و7، او راح تضغط عليه ب5 و6 و7 وبتضغط وانت ما فيش ريحه الضغط موجوده، شوارع، وبتلعب دفاع متقدم. ايوه انت رايح تخسر، يعني انت رايح كده رايح تبيع المباراه. ده كان الواقع اللي كان موجود، وده بالنسبه لي الاغرب واللي هتشوفه واللي هتلاقي اكتر. يعني الفرص اللي جت الاهلي كانت من الفكره دي، اللي هو ايه الجرأه اللي عندك دي انك طالع تعمل ضغط قدام ودفاع متقدم وضغط ما بيحصلش، ولاعيبه مش جاهزه اطلاقا لهذا الموضوع. طبعا ادي عندنا مثلا ايه الاهلي ده هنا مع الكره مثلا، وقبلها كانت مع بلدية المحلة 1 2، وفي هنا في النص 3 4 5 6 7، الفرقة كلها رايحة قدام. طب تبص هل في حد ضاغط؟ صدقني انتشار ملوش معنى. انتشار انت رايح تغرق نفسك ورايح تغرق الدفاع المتقدم اللي هو في ظهرك وراه وسايب مساحات كبيرة. هنا مثلا ده عمر كمال عبد الواحد، هتحس ان الناس كلها متاحه ممكن تستلم. عمر كمال عبد الواحد بمهارته المميزه جدا لمسه واحده بس قطم لجوه كده، شوف القطمه اللي قطمها لجوه كده خلاص. كريم نيدفيد متاح وقفشه متاح، حتى امام عاشور راجل في ظهره، هو في ظهره ما يمنعوش يستلم، يعني مثلا مش قافل معاه، مش زانق عليه، مش مثلا مأثر عليه. فلما راح الكوره استلم امام عاشور، شوف بقى الثلاثه موجودين في تحس الانتشار ايه، لا دي الناس دي مش مدركه هي بتعمل ايه. فبقى عمر كمال فاضي ونيدفيد فاضي وقفشه فاضي، فباللمسه واحده امام عاشور لنيدفيد، نيدفيد لمسه واحده لقفشه، قفشه لمسه واحده كره طوليه ورا الدفاع المتقدم، رضا سليم كان ممكن تكون فرصه هدف. يبقى ده شكل مش منطقي. انا اعتقد ان احمد عبد الرؤوف اتفاجئ واتصدم بالطريقه اللي بتنفذ بيها لعيبته. مفيش حد طبيعي شايف لعيبته بتنفذ كده وهيكمل، بس هو يتحمل جزء انه يكمل في نفس القصه دي. بيقول لك اللعيبه مش شايفه قدامها احنا بنضغط على ايه، احنا بنطلع كلنا، فبالتالي انا خلاص بعرض الدفاع المتقدم، انا راح انتحر خلاص، يعني الموضوع محسوم. هنا مثلا حتى برضه، وده او نقطه برضه استقولها كمان في نقطه التسلل. انت بتلعب دفاع متقدم، لا منك كنت بترحل وتجري ورا عشان ترحل مع اللاعب اللي بيجري، ولا عرفت تقف عشان تعمل تسلل، كلها فشلت. انا مش فاكر شفت التسللات، ودي من الكوارث الموجوده ولا هتشوفها قدامك ده. دي مثلا لقطه برضو بتاعت الهدف الاولاني، مثلا رامي ربيعه والبلديه متكتل، لازم هنا رامي ربيعه ده راجل من الناس المعروفه انها بتطلع كوره، ضغط عليه، يعني انا بقى دفاع متقدم فانا في مساحات، فاوريدي هيهريني الكور ورايا، فلازم اكبر عدد من الضغط او اكبر كميه من الضغط عشان احمي نفسي. طبعا داخل حسام اشرف ما ضغطش وقدر يتخلص منه بسهوله. رامي ربيعه كره طوليه، شوف بقى توصل لعمك وسام ابو علي، خط دفاع البلديه كله واقف محدش بيرحل، كلهم كانوا بيقفوا في مكانهم. وانا ما فهمتش الصراحه، وانتوا واقفين بتعملوا ماتشات تسلل ولا لا؟ هنا طبعا اللاعب اللقطه اللي قبلها كان واقف هنا، قام جاي مرحل نفسه قدام له، خد خطوه عشان ايه يوقعه في تسلل، اللي هي طبعا فشلت لان هو كان اللعبه اتلعبت خلاص. فبالتالي نتيجه وقوفك
وانك مش عارف تعمل تسلل، انت عمال تودي شوارع. وطول الوقت مدافعين واقفين كده، يا جماعه لعبنا تسلل، ما مش عارف، لا طلع مش تسلل، طب جرينا ولا اللاعب يجري، لا ما جريناش وراه. يعني فاهم، بلديه ما عملتش حاجه واحده صح، ما فيش حاجه واحده صح، فطريقه اللعب دي اتنفذت. هنا مثلا واحده كمان، ادي برضو البلديه، وادي ندفد هنا ممكن متاح يستلم الكوره. طب المناطق دي الانتشار فيها حلو؟ لا مش حلو. ليه بقى؟ ده عمر كمال عبد الواحد، الراجل ابو جزمه صفرة ده، هو في الاربعه بتوع وسط الملعب اللي المفروض يغطي عليه، فبدا يطلع مع حسام اشرف مع الراجل ده مع ده عشان يضغطوا على الاربعه بتوع الاهلي اللي قدام. طب انت لما تضغط قدام انت لحد ما كانك بتمزع الفرقه شويه لحد ما، وبتضغط غلط. فكريم ندفد بقى متاح يستلم كوره، فبالتالي انا لسه ما ضغطتش اهو، انا كده عمال اعرض الدفاع اللي ورايا. استلم الكوره، بعديها عمر كمال عبد الواحد اصبح فاضي، لان الراجل ده سايبه راح بيقابل قدام على خط الدفاع على امل ان هو هيقطع منه الكوره. ولما تعمل هذا الضغط على الاهلي يا تبقى رايح عارف انك هتضغط صح وبشراسه، يا اما ما تطلعش، يبقى انت بتهزر وتطلع. طب اللاعب الثاني اللي هناك اليمين ده، الطرف يمين في الخمسه اللي ورا، دوره ان هو يغطي عليه بس ما قدرش يطلع عشان المدافع اللي جنبه قام طلع قدام عشان يقابل امام عاشور، فاضطر ده يقف. فبقت النتيجه ان عمر كمال عبد الواحد بقى فاضي ياخد الكره فاضي، فانت كل نقل الكره ده نقلته وانت ضغطك زيرو. فلما يستلم الكره عمر كمال عبد الواحد، اللقطه دي اتكررت اكتر من مره، دفاع متقدم، رضا سليم الراجل ده بقى قدامه اقابل عمر كمال ولا رضا سليم بيجري في ظهري، وطبعا ده سبب امام عاشور وجه متاخر، يبقى رضا سليم يقطع على طول كالعاده. وطبعا الراجل ده برده واقف ومش عارف التسلل بتاعه، وكلها تسللات متغطيه. خد الكوره رضا سليم وعمل تصويبه ردت من قفشه لكريم فؤاد، سجل منها الهدف. كمان شوف برضو هتلاقي الوقفه هنا، شوف المساحات برضو الموجوده والفاضيه. عمر كمال عبد الواحد الراجل ده المفروض بتاعه، دي كانت لقطه عاديه جدا. شوف المسافه بينه وبينه، هو يعني ابسط شيء ان انا اروح اقف قدامه عشان بس امنعه، حتى دي مش موجوده. فانت بتلعب دفاع متقدم ومقرب وسايب الدنيا مفتوحه ليه؟ فلما استلم الكوره عقبال ما الراجل ده راح وصل له، هو عمر كمال متاح انه يسلم عادي. مباراه من اسهل مباراه الاهلي. تمريره برضو رضا سليم ورا الدفاع المتقدم بس، وكانت سليمه يعني لقطه رايحه صح، بس يمكن طلعت طويله شويه. شوف البلديه 1 2 3 4 5 7 8 9 لعيبه من البلديه في المنطقه دي. طب لما الكره اتقطع تقوم وصل امام عاشور، شوف انتشار لعيبه البلديه. طبعا انتشار لما تفقد الكوره ده واحد بيخلص على نفسه قدام الاهلي، يعني ترجع بسرعه وتكون انت بتلعب في مسافه صغيره حتى بالعرض، لما ترجع تقفل بسرعه. فلما استلم امام عاشور شوف المساحات اللي ممكن يوصل بيها، وفي نفس اللحظه في دفاع متقدم مستني بس تمريره واحده عشان ينضرب بيها. وحتى لما جه يرقص اللاعب ويعدي، شوف اللاعب اللي معاه، شوف المسافه اللي بينه، هو حتى ما قربش منه عشان بس يخلي امام عاشور ما يلعبش كره وهو مرتاح. اللعبه بتحلق من مثلا 5 ياردة مثلا، فبالك الضغط صعب قوي، صعب. فريق يعني ما اول مره يلعب كوره بهذه الفكره وما عندوش فكره ان هو ازاي ينفذها، صعبه جدا. فبقى عنده فرصه انه يعدل ويعمل، والراجل اصلا واقف. قال لا طب ده ابسط شيء ان انا دفاع متقدم فاضغط قدام، احمي الناس اللي عماله تتضرب وراها في ظهرها دي. وكالعاده برضو عاوز تعمل مسار تسلل، الراجل ده مغطي كلها وحشه جدا، فبالتالي الناس واقفه بيتلعب في ظهرها. رضا سليم الهدف اللي سجله وكانت صعبه جدا. فالصراحه صعب قوي قوي قوي، يعني أسوأ شكل تكتيكي ممكن تشوف فرقه وأسوأ اداء من اللعيبه الصراحه. خلى المباراه بالنسبه لي سهله جدا بالنسبه للاهلي. طبعا دي الفكره الرئيسيه الموجوده اصلا في المباراه، الاهلي ما كانش محتاج غير دي يعني في قدهم كمان لقطات كتيره بس، وجاب فرص واهداف منها. يمكن فهنكمل بلقطتين كده صغيرين كده. طبعا لقطه ضربه الجزاء بتاعت امام عاشور، اللقطه اللي داخل فيها عمل كده قام جاي قاطم وموه وخد ضربه الجزاء. هذه اللقطه المدافعين بتوع الدوري المصري المفروض يحفظوها. انا وهو داخل انا قلت امام عاشور هيعملها، استنبط امام عاشور بهذه الطريقه. وهنا امام عاشور بيعتمد ان هو بيطمع المدافع ان انا هقطم على يميني واشوط، وده احتمال بيكون اقرب بالنسبه لامام عاشور. فجسمه واتجاهه ودماغه بتبقى كده. اول ما يبدا يقطم للعكس هنا بيحصل ايرور للاعب، ان هو ما كانش مستوعب وجسمه مش مستوعب حتى القطمه دي، وبيكون غالبا رجليه 2 ثابتين على الارض، فبتبقى القطمه يا اما يكعبل امام عاشور يا اما امام عاشور يعدي منه. هنا المفترض اللاعب بقى الناس تعمل ابديت لنفسها. امام عاشور بيشوط بس ابقى حاطط في ذهني ان هو ممكن بيقطم لجوه، حتى لما يقطم جسمي مستعد ومخي مستعد يدي اشاره جسمي ان هو غير اتجاهه، وما تخليش رجليك 2 ثابتين على الارض عشان تعرف تغير اتجاهك. وطبعا ده جزء من صعوبه انك تقابل واحد زي امام عاشور قدامك، لان هو بيلعب ممكن يقطم لبره ممكن يقطم لجوه، بس ممكن انت كمدافع تحسن الامور شويه لحد ما. اخر حاجه
في اللايف كان حد سالني واتكلمنا قلنا ان رضا سليم عنده حته كده ايه زياده شويه، اللي هو ايه فيها حته ايه بدل ما تهدى هنا وبطل الموتور واهدى وشغل عقلك، لا الموتور داير وجري على طول قدام، ودي حقيقه. فلقيت لقطه في المباراه معبره عن النقطه دي. دي مثلا اللقطه دي كانت كره اتلعبت طوليه لرضا سليم، دي لسه الكره بتنزل عشان يستقبلها، طبعا اول ما من غير ما استلمها اصلا خد الكره على طول مره واحده وزقها جري قدام عشان يلعب على النقطه اللي عنده، النقطه القويه فكره الجري، بس طبعا كانت صعبه فالكره طلعت طويله. هنا من اللقطات بقى اللي محتاجه ايه، مش ما تشغلش المكنه طول الوقت، هنا كانت محتاج تقف اللي هو تسلم الكوره وتبص، لان في عندك امام عاشور قطع معاك جوه وعدد لعيبه الاهلي على المساحات الموجوده، ده انت لو استلمتها حتى ومشيت بيها كمان شويه بس استلمتها وبصيت لجوه اي كوره هتعكسها لجوه، في هنا فرصه خطيره. يبقى انت لما تبعد بره هنا بجري انت كده اصلا بتبعد عن انت اصلا حتى لو عديت وخدت الكوره انت تقريبا يعني بوظت الهجمه او انت بعدت عن الناس اللي معاك. فهنا بقى اللقطات اللي ايه، اللي مثلا بتلاقي واحد زي حسين الشحات فارق بقى رضا سليم في النقطه دي، هيستلم ويبص ويشغل دماغه. في رضا سليم محتاج ايه، مش طول الوقت تكون المكنه شغاله طول الوقت، يعني محتاج يكون شغل عقله في بعض اللقطات كده ويبص ويرفع راسه، طبعا دي حاجه تيجي مع الوقت. كده خلصنا الحلقه. بالنسبه لك السؤال، باصابه ديانج وباصابه كوكا ومستوى قفشه وبحمدي فتحي بقى اللاعب رقم 8 اللي جنب امام عاشور بقى مشكله، مين يلعب من ندفيد قفشه السوليه جنب امام عاشور؟ اعمل لايك الفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه خلينا دايما في الشبكه.